911, what's your emergency? My daughter's been missing for the last 31 days. It's happening, the most closely watched case, certainly since O.J. Simpson. As to the charge of first-degree murder, not guilty. بعالم الجريمة شفنا قتلة ومجرمين ومختلين، بس من تكون المجرمة وتقتل بنتها وهي طفلة صغيرة وتعيش حياتها بشكل طبيعي، هنا الجريمة تتحول إلى كابوس واقعي. اليوم نتحدث عن جريمتين، واحدة من أبشع الجرائم بتاريخ أمريكا، الجريمة اللي راح تخليك تشمئز من القانون الأمريكي، والجريمة الثانية اللي اعتبروها أكبر من قدرات البشر وشيء خارج عن الطبيعة. كيسي أنتوني، المرأة اللي اتهموها بقتل بنتها الصغيرة وطلعت تضحك من قاعة المحكمة. كيسي بنت أمريكية من ولاية فلوريدا، عايشة ويا والدها جورج وأمها سيندي ببيت عائلي بسيط، ومعاها بنتها الوحيدة كايلي اللي كانت كل حياتهم. ولكن كيسي من البداية كانت غريبة، كانت مدمنة على الكذب وتألف قصص ما لها وجود، كانت من هواة الحفلات والسهرات، وحتى من كانت حامل ما أخبرت أحد بحملها إلا وهي بالشهر السابع، وتعرفت على أبو البنت بس ما كان عنده دور بحياتهم. الناس كانوا يشوفونها أم صغيرة مهتمة لطفلتها الصغيرة، ولكن الحقيقة مختلفة تماما. بيوم 15 يوليو سنة 2008 الجدة سيدني تتصل بالشرطة وتصرخ حفيدتي كايلي مختفية من شهر كامل، وأخبرتهم بأنه بنتها تكذب عليهم من شهر وتقول بأنه الطفلة بخير. وكيف لأم أن تسكت عن اختفاء طفلتها لمدة شهر؟ I need to find her. Your daughter admitted that the baby is where? That the babysitter took her a month ago that my daughter's been looking for. I told you my daughter was missing for a month. I just found her today, but I can't find my granddaughter. من سألوا كيسي عن الطفلة أخبرتهم بأن المربية خطفتها واسمها زاني ذناني. الشرطة بحثوا عن زاني، اكتشفوا بأنه ماكو أي وحدة بهذا الاسم، لا سجل وظيفي ولا رقم تليفون ولا أحد يعرفها غير كيسي. وهاي كانت أول كذبة لكيسي ولكن مو الأخيرة. بعد اختفاء كايلي الناس توقعوا يشوفون أم محطمة، ولكن كيسي كانت تروح جلوب وتشتري ملابس وتضحك وترقص وتتقابل مع أصدقائها وتنزل صورها وتروح للحفلات. الشرطة من هاي تصرفاتها بدأوا يشكون بقوة، كيف لأم لا تهتم لاختفاء ابنتها، بل على العكس تماما يشوفونها عايشة حياتها وأكثر من سعيدة. واحد من أصدقائها قال للمحققين: كيسي أخبرتني بأنه كايلي موجودة، وكل ما كنت أسألها عن مكانها كانت تألف حديث جديد عن مكان الطفلة. الشرطة أخذوا سيارة كيسي للفحص، ومن هاي اللحظة بدأ الرعب الحقيقي. There's something wrong. I found my daughter's car today, and it smells like there's been a dead body in the damn car. Okay, what is the 3-year-old's name? Kaylee. كلاب الشرطة شمت رائحة جثة متحللة داخل صندوق السيارة، حللوا الرائحة وأكدوا وجود آثار عضوية لجثة بشرية، وشافوا مع الآثار شعر مطابق للDNA للطفلة كايلي، وشافوا أيضا بقع غريبة. كيسي تقول يمكن هاي البقع قديمة، تخيل هاي آثار لطفلتها وهي تحاول تبرر هاي الآثار. بشهر ديسمبر سنة 2008 شخص كان يتمشى قرب غابة قريبة من بيتهم، شاف كيس نفايات أسود مربوط ومرمي، فتح الكيس وتجمد بمكانه، واللي شافه هو جمجمة صغيرة وشريط لاصق مغطي الفم والأنف وبطانية مطابقة للبطانية الموجودة بغرفة كايلي، ولكن الجثة كانت متحللة والمكان يبعد بس 15 دقيقة عن بيت كيسي. كل الأدلة تشير إلها وكل تصرفاتها زادت الشكوك، بس مع هذا كل المحاكمة ما كانت سهلة. المحكمة امتدت لشهور وكل الإعلام الأمريكي تابعها لحظة بلحظة. الادعاء العام قال كيسي خنقت طفلتها بشريط
تتلاصق حتى تتحرر منها وتعيش حرة بدون مسؤولية. ولكن الدفاع صدم الناس بقصته الجديدة وقال كايلي غرقت بالمسبح، وكيسي وأبوها خافوا فغطوا على الحادثة. ولكن المشكلة أنه ماكو دليل واحد يؤكد أنها غرقت، وماكو دليل على وجود نية دفن أو حماية. كل الأشياء تدل على وجود جريمة. الجمهور غاضب والناس يتجمعون برا المحكمة وينادون نريد العدالة. الكل كان منتظر لحظة الحكم، ولكن القضاء صدم العالم وقالوا بأنه كيسي غير مذنبة. كيسي كانت فرحانة لأنها أخذت براءة بدون سجن وبدون حكم. الناس بوقتها كانوا مقتنعين بأنه الأم هي القاتلة، ولحد هذا اليوم كيسي على قيد الحياة وتطلع بمقابلات وتتكلم وكأنه هي الضحية. ولكن الحقيقة اللي كل الناس يعرفوها هي الأم خنقت طفلتها وحطتها بكيس نفايات. ولحد يومنا هذا الناس يتساءلون كيف الأم أخذت براءة. ب31 من كانون الثاني سنة 2013 صارت حادثة وخلت العالم بحالة رعب وغموض. بنت اسمها أليسا لام عمرها 21 سنة، هي طالبة بجامعة كولومبيا. قررت تسافر لعدة ولايات بأمريكا للسياحة والمغامرة، ولكن كانت وحدها. من بين المحطات اللي وقفت بيها كان فندق سيسيل. هذا الفندق تحديدا بوسط لوس أنجلوس، سمعته سوداء ومليان قصص وجرائم، انتحارات واختفاءات غامضة. أليسا نزلت بالفندق ويوم 31 سجلت خروجها من الفندق، ولكن هي ما طلعت من الفندق واختفت فجأة وما حد عرف وين صارت. الشرطة بدأت تبحث بكل مكان ولكن بدون أي أثر، وكأنه الأرض ابتلعتها. وبعد كم يوم الشرطة نشرت فيديو غريب من كاميرات المراقبة من داخل المصعد، وكان هذا الفيديو هو بداية الكابوس الحقيقي. أليسا بالفيديو كانت تتصرف بشكل مو طبيعي، تدخل المصعد تضغط أزرار عشوائية، تتوقف فجأة، تخرج راسها برا المصعد كأنها تراقب شيء، ترجع تدخل، تتحرك بسرعة وتلوح بإيديها كأنها تتحدث مع شخص غير موجود. البنت مرعوبة وباين من ملامحها. الفيديو انتشر بكل مكان والناس بدأوا يتساءلون شنو اللي صار مع أليسا، ومن منو كانت تهرب، وإيش اللي شافته أليسا وخلاها تتصرف بهاي الطريقة. ولكن الصدمة الحقيقة ما صارت إلا بعد أسبوعين تقريبا. نزلاء الفندق اشتكوا من المياه، لونها أسود ورائحة المياه غريبة وطعمها مقرف. ضغط المياه صار ضعيف. جابوا عمال الصيانة يفتشون خزانات المياه اللي فوق سطح الفندق، ولما فتحوا واحد من الخزانات انصدموا من المنظر، واللي شافوه هو جثة أليسا لام داخل الخزان، جثة البنت المفقودة بمياه الشرب والاستحمام للنزلاء. وهالشي كان كارثة. الشرطة فتحت تحقيق ضخم، ولكن الغريب قالوا انه الحادثة غرق عرضي، يعني أليسا صعدت للسطح، فتحت الخزان ونزلت بداخله وغرقت. ولكن هذا الكلام ما دخل عقل اي شخص. باب السطح مقفول وممنوع الدخول الى بدون مفتاح، والخزان عالي وتغطيته ثقيلة ويحتاج سلم حتى توصل لسطح الخزان. كيف دخلت وكيف سدت الغطاء؟ ومن يومها الناس ظلت تبحث عن التفسير. ناس يقولون جريمة قتل مدبرة، وناس يقولون أليسا كانت تمر بأزمة نفسية، وآخرين يقولون اللي صار معاها شيء خارق للطبيعة. وبين كل هالأسئلة لغز اختفاء وموت أليسا لام لليوم بعدها بلا جواب. وانتو شنو برأيكم؟ هل كيسي أم الطفلة فعلا بريئة؟ وشنو اللي صار مع أليسا لام برأيكم؟ إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.